في فضيحة إعلامية ومهنية جديدة لقناة الحوار التونسي لمالكها سامي الفهري وللمنشطة مريم بالقاضي، تم ليلة الأربعاء 4 جانفي الجاري في برنامج 24/7 تمرير صورة من الفيسبوك مفبركة تظهر قناة الجزيرة بصدد نقل خبر الاحتجاجات التي شهدتها القصرين ليلة الثلاثاء على إثر تعمد بعض المهربين سرقة محجوزات بالمستودع البلدي بالولاية. ورغم أن قناة الجزيرة القطرية كانت صباح اليوم قد نبهت إلى أن الصور مفبركة وظاهرة، بما أن صياغة الخبر كانت أقرب إلى السخرية والتهكم منه إلى الواقع، حيث ورد في الخبر المكتوب على الصورة المنقولة أن المستودع البلدي بالقصرين يعتدي بالزجاجات الحارقة على شبان من حاملي الشهادات العليا. وتو نتعدوا للتفاصيل مع تذكير التوانسة أن التشويه الإعلامي كان سبب هام جدا في خسارة الدكتور المنصف المرزوقي للرئاسية 2014. نعرف الكلام هذا مش عاجب برشا ناس، لكن نتأكدوا أنه لو كان الإعلام الحق العادل وقف مع الدكتور منصف المرزوقي راهو حاليا هو رئيس الجمهورية التونسية، وكان بطلها الفضيحة وهالجريمة هذه حمزة البلومي. وهك علاش نقول اللي قاعدة تقوم به خاصة مريم بالقاضي هالإعلامية هذه الكذابة المنافقة خطير وخطير جدا على مستقبل الحياة السياسية وكذلك على الأمن والسلم الاجتماعي في تونس. تعليق من عندك سي رياض؟ تفضل. نبداو. انت حر، ينجم يكون تعليقك بدون تعليق. الصوره هذه سي رياض اللي داولتها برشا ناس وخاصه على مواقع التواصل الاجتماعي. ونبداو منذ البدايه مع الكذابه مريم بالقاضي. قالت برشا ناس على التواصل الاجتماعي. شوفوا يا توانسه شكون هما برشا ناس واللي ادعت انهم يحكيوا على الصوره هذه تو تفهموا اللعبه كامله. أو كمية القصوري نتاع الحوار التونسي، يعني زميلتها في اللعبة الإعلامية والقذارة الإعلامية والتفضيل الإعلامي، ولو برشا ناس عندها هي. هذه هي البداية نتاع الكذبة الكبيرة اللي روجتها على قناة الجزيرة. صورة اللي صار البارح في القصرين، ولكن اللي شد انتباهنا هو العنوان اللي جاء على صفحة الجزيرة مباشرة اللي هي كانت حاضرة قبل حتى اندلاع اللي صار في القصرين، وتكتب الجزيرة المستودع البلدي دونك يعتدي بالزجاجات الحارقة على شبان جامعيين تظاهروا سلميا في وضح الليل. وهنا تو انتقلت المرحلة أخطر مريم بالقاضي باش تحرض على الجزيرة. قالت لك كانت حاضرة، يعني هي جابت تصويرة وبدأت تحلل في التصويرة وبدأت تستنتج، والهدف هو خاصة إدانة لقناة الجزيرة قبل كل شيء. أما القول يا مريم بالقاضي أنه قناة الجزيرة مقاش يشاهدوها التوانسة، بالعكس في سنة 2016 التوانسة الكل رجعت لقناة الجزيرة والقنوات العالمية الأخرى، لأن اكتشفوا أن القنوات التونسية اللي أعطيناهم ثقتنا في أول الثورة ظهروا أنهم قنوات إعلام العار، إعلام الكذب والتضليل والنفاق والخداع وإرهاب وترهيب التوانسة. انتم صنعتوا لنا أحزاب افتراضية وغلطتوا الرأي العام التونسي ووجهتوه كما حبيتوه بالقصف الإعلامي المباشر والغير مباشر، وجبرتوه وخليتوه يختار سياسيين فاشلين لا علاقة لهم بالحياة السياسية ولا علاقة لهم بالانتقال الديمقراطي وحكم تونس. والتوانسة اكتشفوا كذلك أنكم مجموعة وقلة قليلة من بقايا إعلام بن علي اللي اختف وحجز كل أجهزة الإعلام في تونس، وما خليتوا حتى حد من القوى الثورية يخدم معكم ولا يعطي نفس جديد للإعلام التونسي. والخطة هذه بدأت من 2011 إلى يومنا هذا. احتكرتوا المشهد الإعلامي بتمويلات مشبوهة، بقنوات مشبوهة، وبعشرات المليارات المشبوهة اللي ما نعرفوش مصادرها إلى حد اليوم. ونذكر التوانسة أنه إذا لم يقع إصلاح المشهد الإعلامي في تونس فلا مستقبل الحياة السياسية في تونس، وخاصة الانتخابات جاية. تو تشوفوا العجائب السبع، تو تشوفوا فلوس محسن مرزوق كيفاش مش تخرج، تشوفوا فلوس المافيا المال والأعمال اللي في تونس واللي خارج تونس كيفاش مش تتصرف للقنوات والإذاعات والصحف، وكيفاش مش يروجوا أشياء ويشوهوا شخصيات تونسية سياسية لفايتها المافيا هذه حتى يعيدون فضيحة ونتائج انتخابات 2014 اللي وصلت لتونس المرحلة صعيبة وخطيرة. ومن أهم الأسباب لذلك هو الكذب الإعلامي والمغالطات الإعلامية اللي خدموا عليها الإعلاميين في تونس، ومن بينهم مريم بالقاضي.